المارينيين قبائل أمازيغية زناتية ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الأوسط، تما حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدولة طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لأنه كانوا قبائل أغلبهم قبائل رحال، كانوا تيتحركوا بالإبل وبالغنم وتابعين في مكان ما ياكلوا هذوك البهائم، فإذا كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الأوسط حتى الغرب المغرب الأوسط. الجانب الفني، الجانب الفني عند المارينيين ربما أكثر ما يميز الدولة المارينية عن باقي الدول الأخرى التي سبقتها وأحيانا حتى التي جاءت بعدها هو الجانب الفني في المعمار بالخصوص. المارينيين داروا العمارة عادية ماشي بديك الضخامة اللي كنا مع الموحدين، ولكن فين بعوا وفي الجانب الفني في النقش، نقشوا على الخشب النقش على الجبس، والنقش كذلك على الزليج. هذه النقوش كانت في الأشكال الهندسية أو في الزخارف التوريقية، وأيضا بالكتابة، أي خاصة بعض النقوش تكون بالكتابة، وهنا اعتمدوا بالأساس على كتابة الآيات القرآنية بخصوص. هذه الفترة أعطتنا انطلاقا للبحث عن مقومات أخرى استمرت مع تاريخ المارينيين كامل، وهما تيحاولوا يعزوا هذا البعد وتثبيت مشروعية حكمه، وغادي تبدا في أمور كثيرة غادي نتكلموا عليها. فترة يعقوب كانت أساسية في التأسيس، واستمرت الدولة تقريبا قلنا حتى 1969. محور